بمناسبة عيد الحب لمنا تقول الله يحفظك ليا. بخمار كذا ما غزود عليا المشاكل وما راه عارفين علاش. بمناسبة عيد الحب لمنا تقول الله يحفظك ليا. نقول الله يحفظك ليا الزوجه، الام، الاخت، المراه المغربيه بصفه عامه. والمراه المغربيه ديما في القمه ومتفوقه على جميع الامهات والاخوات والزوجات ديال العالم كامل. الله يحفظك، الله يحفظهم لك. امين. ويحفظ لك اميمتك ويحفظ لك الزوجه ديالك ويحفظ لنا حتى حنا ان شاء الله والدينا، وتحياتي لك. امين، شكرا بزاف اخويا، الله ينور. السلام عليكم. ابو سام بمناسبة عيد الحب لمنا تقول الله يحفظك ليا. حفظك ليا. نقولها لي حبيبي حفصه اللي ما بغاش تصور دابا ولكن هذه مكان، وان شاء الله نكمل على خير. ان شاء الله يكون فالنتين عدة الحب زوينه ان شاء الله. و بالنسبه حاجه ماشي حب رومانسيه، غير حب عامه. الوالد ديالي يكونوا في الصحه زوين، والد ديال كل الناس. المهم الحب يكون في عالم كامل، ونكونوا في نصلحوا المشكلات ديالنا اللي كاينه في العالم. هذه اهم حاجه ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش. My pleasure. اوكي واتس يور نيم؟ My name is Zach. نايس تو ميت يو. ثانك يو. My pleasure. السلام عليكم. وعليكم السلام. بمناسبة عيد الحب لمنا تقول الله يحفظك ليا. بخمار كذا ما غزود عليا المشاكل وما راه عارفين علاش. لا مبرش عليها صافي. اولا بهذه المناسبه تاع 14 فبراير يمكن ديال عيد الحب، كنقدم تحيه كبيره بعدا للوالدين ديالنا هما الاولين، اللي الحب الاول والاخير بعدا راه هما، يعني ما يمكنش اننا نكرهوا هذا الشيء. والحب الثاني اللي كنهدي سميتو الجد والجده ديالي الله يرحمهم، لانهم اكثر الناس اللي علمونا هذا الحب في هذه الحياه. وما ننساش نقول لك باللي راه الا كان شي عيد الحب راه الحب لهاد الاصدقاء ديالي هادو، خويا الياس، خويا وديع، الله يكبر بكم. وكاين واحد الاصدقاء والصديقات حتى هما تجمع كل شيء. المهم هذا هو الكلمه، ما عارفين علاش ما قلتش. الله ينورك. السلام عليكم. بمناسبة عيد الحب تقولوا الله يحفظك ليا. الوالده انا هي الوالده، المهم الوالده هي اللي تكرفست علينا. الوالده هي اللي تكرفست علينا. يا الله اراو عليها شي ميزان على الوالده. هاي